السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات أم حمزة للطبخ. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا لنهار اليوم هي مملحة توالم بزاف باش ديروها في رمضان. هادو لي كورن يجوا بزاف بنان، عجينة تاعهم تجي خفيفة مع واحد الحشو ساهل واقتصادي ويجي بزاف بنين رائع في البنة. كملوا الفيديو للأخير خواتاتي، وما تنساونيش بهديك الجام في لا فيديو. ربي يفرحكم، واشتركوا في قناتي فضلا وليس أمرا باش الفيديو يطلع على مشاهدة وباش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. نروح ونتعرفوا على طريقة التحضير. رايحة نبدأ بالعجينة. هي الأولى عندي هنا نص كاس ما يكون دافي، حجم الكاس 220 مليلتر، مع نص كاس حليب يكون تاني دافي. نزيد عليهم مغرفة كبيرة خميرة الخبز مع مغرفة كبيرة سكر، ونص كاس فارينة، ونخلط مليح حتى ديك الفارينة تنتحل كامل. ومن بعد نغطي عليها ونخليها تخمر واحد 10 دقائق حتى يتضاعف الحجم نتاعها. وهنا كي فاتت 10 دقائق وخمرت، رايحة نهبط لها هذاك الخمور. رايحة نزيد لها ربع كاس نتاع الزيت، حوالي 4 مغارف كبار نتاع الزيت، ونخلط مليح. ومن بعد نبدا ندير في الفارينة. عندي كاس فارينة مع مغرف صغيرة ملح، ونبدا نلم في العجينة. نزيد الكاس الثاني شيله نبدا ندير فيه غير بشوية ونلم العجينة حتى نتحصل على عجينة طرية شيله ما تلصقش في اليد، شادة روحها. رايحة نعطيكم العبر بالكاس نتاع الفارينة. شيله دايما نقولكم ديروا غير بشوية، لخاطرش كاين فارينة اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. نتوما مع الاول ديروا الكاس، والكاس الثاني بقاو ديروا فيه غير بشويه. كيما انا العجينه اللي نتحصل عليها كيما عجينه البيتزا، انا العجينه اللي تحصلت عليها تكون طريه وما تلصقش في اليد. رايحه نعجنها واحد دقيقه هكاك غير باه نرطب لها الوجه نتاعها. وهنا كنت دهنت الاناء نتاعي بشويه نتاع الزيت، نغطيها ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها. خلوها تخمر مليح. وهنا شوفوا شحال بقالي من الكاس الثاني، بقات لي واحده المغرف فارينه. وانتم كما قلت لكم ديروا بشويه وشوفوا. نروحوا نحضروا الحشو. جبت هنا مقله درت فيها شويه نتاع الزيت، حوالي 3 مغارف كبار زيت. ندير حبه نتاع بصل تكون متوسطه اللي كنت قطعتها على شكل مربع، ونخلط ونخليه يتقلى مليح، نخليه حتى يدبل. وهنا كي تقلى معايا البصل مليح، رايحه نزيد عليه 2 حبات نتاع زروديه اللي كنت رحيتها في الرقيق. وهنا الزروديه علاه درتها باش الحشو نتاعي يجيني زاكي. ونخلي الزروديه تتقلى مع البصل مليح، ونزيد عليهم شويه نتاع الملح ونخلط. وهنا كي تقلات معايا ديك الزروديه، رايحه نزيد عليهم ربع صدر نتاع الدجاج اللي كنت رحيته، ونبدا نحل فيه مليح. ومن بعد نبدا ندير في التوابل. عندي شويه فلفل اكحل مع شويه كركب وشويه توابل دجاج. نخلط ونخلي هداك الدجاج يطيب مليح. شفتوا الحشو شحال ساهل، بالخف توجدوه ويجي بزاف بنين ويجي زاكي. وهنا كي طاب لي هداك الدجاج والزروديه مليح، رايحه نزيد عليهم شويه قزبر اخضر ونخلط. ونزيد مغرف كبيره فرماج. انا درت نتاع البيدو وانتم ديروا اي فرماج يكون عندكم. ونخلط هذاك الفرماج مليح. ومن بعد نطفي على النار، صاي كل شيء راه طايب. نخلي الحشو يبرد مليح. هنا العجينه كي خمرت وتضاعف الحجم تاعها، نهبط لها كامل هذاك الخمور، ونرش طاوله العمل بالفارينه، وندير العجينه. ندير تاني شويه في الوجه العجينه شويه فارينه،
ونحلها بالحلال ونبقى خطرة على خطرة نرفدها باه نضمن بلي ما لصقتليش في الطابلة. اذا لقيتوها لصقت عاودوا رشوا شوية فرينة. نحلها كامل على شكل مستطيل. وهنا ما تديروش العجينة رقيقة بزاف وما تديروهاش خشينة بزاف. نحلها بسمك شوية رقيق. راهي تبالكم في الصورة. هنا كي حليتها كامل نقلع لها دوك الحواشي باه تجيني على شكل مستطيل. ومن بعد نبدا نقطعها شرائح واحد السنتيمتر هكاك. ونقطعهم كامل كما شفتوا. وهنا تقدروا ديروا صبع تاعكم وتعبروا به. ومن بعد جبت هادو لي كورني ونبدا نخدم. شوفوا كيفاش تبداو مع الاولى تزيروا مليح العجينه. دوروا دورة ومن بعد ابقاو تدوروا. كل ما تدوروا لازم العجينة اللي راهي في يدكم تجي شوية فوق العجينة اللي راهي في المول. ما تخلوش الفراغ. نبقى هكاك نرولي والعجينة ما تكسلوهاش. سيو ترفدوها غير بشوية. وهنا كي نكمل نزير مليح على العجينة. وإلا خفتوها تنتحل تقدروا ديروا لها شوية نتاع الماء. انا حابه ما نتحلتليش. زيد معاكم واحدة اخرى نزير مليح مع الاولى ونبدا ندور كيما خدمت في الاولى. شوفوا العجينة كيفاش راني نرفد فيها غير بالعقل. ما نخليهاش تغلبني حتى نجبدها تتكسل لا. وما تطلعوهمش حتى الفوق ديروهم في النص لخاطرش جايين طوال رايحين ياكلولكم الحشو بزاف. هنا بعد ما كملتهم كامل رايحة نخليهم يخمروا واحد 10 دقايق. لازم تخلوهم يخمروا مليح. وهنا كي فاتت 10 دقايق وخمروا. من بعد جبت حبة نتاع البيض زدت لها شوية حليب حوالي 2 مغارف. درت لهم قرصة ملح وخلطتهم مليح ونبدأ ندهن في الوجه ليكورني. سيو هذا البيض تديروه في كامل الجهات تدهنوهم مليح باش كي يطيبوا يجوا محمرين مليح. نكملهم كامل بنفس الطريقة. من بعد نزينهم بالسانوج مخلطاتة مع حبة حلاوة ونزينهم. وهنا تزيين ديروا واش يكون عندكم. تقدروا ديروا جلجلة ولا سانوج واحدة لكم الاختيار. هنا نزينهم كامل وكنت مشعلة الفرن من قبل على 200 درجة رايحة ندخلهم يطيبوا دايما. مع الاول نشعلهم غير من تحت غير نشوفهم من تحت حمار ونطفي عليها ونشعلهم من الفوق ومن فوق بالخف يتحمروا لازم تعسوهم. أنا بعد ما طابوا رايحة نقلعهم من هادوك اللي كورني. رايحة يتنحوا معايا بكل سهولة. كيما شفتوا قلعوهم غير بيديكم. وشي لهنا خليتهم حتى بردوا باه بديت نقلع فيهم. ما تقلعوهمش وهما سخونين. نقلعهم كامل ونروح نعمروهم. نبدأ هنا نعمر فيهم. شوفوا جو بسم الله ما شاء الله جو طايبين ما شاء الله. عندي الحشو اللي خدمته معاكم. وعندي فرماج رابي. وهنا لازم يكونوا هما باردين والحشو تاني بارد. وكي تجو تعمروهم ديروا الحشو تاعكم. ومن بعد جيبوا مغرف دوروها هكا وبداو تدخلوا الحشو من الداخل باش يتعمروا لكم مليح. ما يبقاوش من الداخل خاويين. هنا كي نعمرهم رايحة ندير من الفوق شوية فرماج. وهنا تقدروا ديروا تاني مايونيز. انا درت نصهم بالفرماج ونصهم بالمايونيز. من بعد نغطسهم في الفرماج رابي. وهنا تقدروا تخلوهم غير هكاك بلا ما تديروا لهم الفرماج رابي. رايحة نزيد معاكم واحدة اخرى نبدا ندير في الحشو. ومن بعد جيبوا مغرف قلبوها تدخلوا مليح هداك الحشو من الداخل. وتعمروا حتى تتعمر كامل.
هادو لي كورني شوفوا صدقوني يجوكم بزاف بنان وننصحكم به تجربوهم، ماكمش رايحين تندموا. على بالي لو كان ديروهم راكم رايحين تعتمدوا عليهم هذا رمضان، ديروهم في بلاصة البوراك. انا راح نكمل نعمرهم كامل ونزينهم بهذاك الفرماج رابي ونوريه لكم في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي للكورني تاعنا تاع اليوم. جاو بزاف شابين، راه يبالكم الشكل تاعهم رائع، ومشي غير الشكل جاو هايلين. هذيك العجينة كيفاش جات خفيفة مع الحشو هايل، يجيب بزاف بنين. شوفوا هنا رايحة نقسم معاكم تشوفوا كيفاش جاو معمرين من الداخل وتحسوهم باللي خفاف، جاو يشهوا شهيتكم في الجنة خواتاتي. هذه الوصفة ناجحة ومضمونة 100%، ديروها وعينكم مغمضين. ان شاء الله الوصفة نتاع اليوم نالت اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنسونيش بهذيك الجيم والاشتراك، ربي يفرحكم اخواتاتي العزاز، وتبارطاجوا الفيديو مع اصدقائكم به الفيديو يطلع على مشاهدة، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل الجديد ان شاء الله. فعليا غير نقولكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامة.